شايفين المنظر اللي ورايا ده مشكله اتكلمت عنها كتير جدا، وهنقعد نعيد ونزيد فيها لانها مشكله خطيره. احنا هنا ده بدروم، كان في هنا تربه في المكان اللي انا واقف فيه، دي اتشالت عشان نعمل اكستنشن. اول ما بدانا نشيل دي ريتيننج وول من الخرسانه، بدا الكفر الخرساني يقع في مناطق معينه. لو قربنا كده الحديد اصلا ما بقاش في حديد، الحديد صدى وتاكل تماما. تمام. القطاع قال من 16، من فاي 16 لفاي 6، خلاص يعني صدى كامل. تمام. فايه اللي يوصلنا لمنظر زي ده، وازاي نقي نفسنا منه من البدايه ان ما نوصلش للمنظر المتعب نفسيا ده. تمام. اول حاجه عشان يحصل صدى حديد احنا محتاجين حديد وميه وهواء، فيتكون لي اكسيد حديد ثلاثي اللي هو مموه، اللي هو المنظر اللي قدامنا ده. فانا عايز اقطع ميه وهواء، هقطعهم ازاي؟ ما تقنعنيش ان بكفر خرساني 1 سم تحت الارض في وجود املاح وكبريتات ورطوبه ومصايب سوداء ان الكفر الخرساني ده هيقدر يمنع الحديد انه يصدي. كفر خرساني 1 سم في